شحال من مرة كتعصب مع ولادك، كتغوت وكتعاود معاهم نفس الهضرة، كتبغيهم يكونوا كيف ما انت بغيتي ولكن بلا نتيجة. شحال من مرة كتبقى تلوم راسك حيت كتعاقب ولادك وكتقصح معاهم وكتقول لا ما بغيتش نكون هاد النوع من الآباء، ولكن ما لقيتيش طريقة أخرى. اليوم جبت لك 14 أداة عقلية من التربية الإيجابية مستوحاة من كتاب الدكتورة جين نيلسون. أدوات بسيطة ولكن فعالة، غادي تعاونك تربي ولادك بهدوء وبدون تهديد وبتفاهم، وبتخليك تربط معهم علاقة صحية وسليمة مبنية على الاحترام والثقة، ماشي علاقة كلها توتر، خوف ومشاعر سلبية. أول أداة حسب الدكتورة نيلسون هي: الأطفال السيء السلوك هم أطفال محبطون. فاش كيشوفوا الناس طفل كيدير شغب ولا كيغوت ولا كيرد الهضرة كيقولوا عليه ولد خايب وما مربيش، ولكن الحقيقة هي أن السلوك السيء راه غالبا إشارة أن الطفل محبط، يمكن حاس بالحقرة أو بالإهمال أو ما فاهمش التعليمات أو لا معصب من شي حاجة. الحل هو نحاولوا نفهموا السبب اللي مور السلوك، ماشي نحكموا على الطفل من التصرف الظاهري. ثانيا، يظهر الأطفال سلوكا أفضل عندما يشعرون بشعور أفضل. الطفل اللي حاس بالأمان محبوب ومسموع راه طبيعي يتصرف بطريقة مزيانة، أما الطفل اللي مضغوط خايف ومحبط راه كيولي يخرج هذا الإحساس في تصرفات سيئة. يعني السلوك ماشي هو المشكل هو الشعور اللي خلاه يدير السلوك كرد فعل. الحل: عامل الطفل ديالك بالرحمة، شجعه، حضنه، اسمع ليه وراقب السلوك كيفاش غيتبدل. خليه الطفل يحس أنه محبوب حتى في أسوأ لحظاته. ثالثا، الأخطاء فرص رائعة للتعلم. ملي كيغلط الطفل راه فرصة ذهبية باش يتعلم، ولكن واش حنا كنشوفوها كفرصة ولا كجريمة؟ الطفل اللي كيخاف من الغلط غادي يكبر كيتجنب يتجرأ، كيخاف يبدا بوحده. أما الطفل اللي كنشجعوه يجرب ويتعلم من الخطأ غادي يكبر قوي متزن ومرتاح مع ذاته. الحل: نعلم ولادنا أن الغلط ماشي عيب، العيب هو ما نتعلموش منه. رابعا، اعمل من أجل التحسن لا من أجل الوصول إلى الكمال. الكمال وهم، ما كاينش طفل كامل، ما كاينش والدين كاملين. كنطلبوا من ولادنا ديما يكونوا مثاليين وكنساو أن رحلة التعلم أهم من النتيجة. الحل: احتفلوا بالمجهود ماشي غير بالنتيجة. نقولوا أنا فخورة بك لأنك حاولتي، ماشي غير حيت جبتي نقطة مزيانة. خامسا، استخدمي الحنان والحزم معا. التربية الإيجابية ماشي تساهل وماشي صرامة، هي توازن بين القلب والعقل، بين الحب والقواعد. الحنان بوحدو كيخلي الطفل مدلل، الحزم بوحدو كيخليه خايف، ولكن بجوجهم كيصنعوا طفل واثق محترم ومتفاهم. سادسا، ركز على كسب الطفل في صفك وليس على هزيمته. الطفل ماشي خصم خاصنا نغلبوه، هو شريك في التعلم والتربية. إلا ربحنا الثقة ديالو ربحنا السلوك الجيد، إلا دخلنا معاه في حرب كلنا خاسرين. نوقفوا في جنب ولادنا ماشي ضدهم، نعاونوهم ونشدوا بيديهم. سابعا، ركز على النتائج البعيدة المدى. بزاف ديال التصرفات اللي كنقوموا بها كتخدم اللحظة ولكن كتخرب الشخصية في المستقبل. مثلا العقاب كيسكت الطفل دابا ولكن كيأثر على الثقة ديالو في راسو مستقبلا. التربية الناجحة كتفكر في الآثار البعيد المدى ماشي غير في الصمت اللحظي. قبل أي تصرف نفكروا شنو بغينا ولادنا يكونوا بعد 10 سنين ونربيوهم من اليوم باش يوصلوا لديك النتيجة. ثامنا، ابحث عن الحلول وابتعد عن اللوم. ملي كيوقع مشكل كنقولوا شكون دار هاد الشيء، علاش درتي هكا، شحال من مرة قلت ليك. هنا الطفل كيتعلم يبرر ماشي يصلح. بدل ما نسولو علاش درتي هاد الشيء نسولو شنو نقدروا نديرو باش ما نعاودوش نفس الخطأ. تاسعا، افهم معنى التأديب الحقيقي والتربية. التربية ماشي هي العقاب، ماشي نضرب نغوت ونسد الباب ولا نحرم الطفل ماشي حاجة. التأديب الحقيقي هو التوجيه، نعلمه كيفاش يفكر، يتحمل المسؤولية، يصلح الأخطاء ديالو. التربية الإيجابية كتركز على بناء الطفل ماشي كسر الإرادة وتحطيم المشاعر. عاشرا، يستمع الأطفال إليك بعد أن تستمع إليهم. الطفل ماشي آلة كتدخل ليها الأوامر، إلا بغيتيه يسمع ليك خاصك تسمع ليه، تفهمه، تعطيه اهتمام وتحترم وجهة النظر ديالو. استماع كيبني الثقة وكيخلي الطفل من بعد يسمع ليك ويتقبل التوجيه ديالك. 11، عامل الأطفال بكرامة واحترام.
الطفل ماشي أقل منا، ماشي صغير في القيمة، هو إنسان عنده كرامة، عنده إحساس. الطريقة اللي كنهضروا بها معاه كتعلمو شحال حنا كنحترموه. عامل ولدك اليوم كيما تبغي يعاملوه الناس غدا. 12. ابحث عن الرسالة المخفية خلف السلوك السيء. فاش كيكون السلوك سيء راه غالبا فيه رسالة مخبية. مثلا طفل كيغوت يمكن باغي اهتمام، كيكذب يمكن خايف، كيسرق يمكن كيحس بالنقص، كيضرب يمكن كيحس بالعجز. السلوك هو السطح، ولكن خاصنا ندخلو في العمق ديالو باش نفهمو الطفل فعلا. 13. احسني الظن بأطفالك. واش كل مرة كيغلط فيها الطفل ديالك كتقول دارها عن قصد؟ واش كتقول ما باغيش يتربى، عنيد، راسو قاصح وكيدير غير العكس؟ الطفل غالبا ما عارفش كيفاش يتصرف، ماشي باغي يدير ليك الضد. بدل ما نحكم عليه نحاول نفهمه، نشوف فيه الإمكانيات ماشي العيوب. وأخيرا هون عليك وتنفس. التربية ماشي ماراثون، ماشي سباق كيتطلب الكمال. طبيعي تغلط، طبيعي تعيا، وطبيعي يجيك الإحساس بالذنب، ولكن فاش تحس براسك كتغلي خذ لحظة تهدن فيها، تنفس بعمق وارتاح شوية. ما تخرجش ردة الفعل في لحظة الغضب، لأننا في غالب الأحيان كندموا عليها من بعد. التربية ما كتكونش غير بالهضرة وصافي، التربية كتكون حتى بالتصرفات، بحركات الجسد، بالنظرات، بالطريقة ديال التعامل مع التوتر. الطفل بحال المراية، كيعكس كاع التصرفات ديالك وكيطبقها كيف ما هي. خليك صورة زوينة كيعكسها الطفل على راسو. ولادنا ما كيتسناوش منا نكونوا مثاليين، ولادنا كيبغيونا كيف ما حنا، غير خاصنا نديرو مجهود، نطوروا راسنا ونتعلموا أساليب التربية الإيجابية من أجلهم ومن أجلنا حتى حنا.